ملايين المصريين بيشتغلوا في الاقتصاد البرتقالي، ومثل الاقتصاد ده 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. طب ويطلع ايه الاقتصاد البرتقالي ده؟ ده يا سيدي اقتصاد كامل قايم على الإبداع، ده اقتصاد الفن والثقافة والابتكار. عارف انك هتسأل طب وايه اللي خلاه برتقالي؟ لأن اللون البرتقالي بيستخدموه كرمزية للإبداع والقيادة والتحول في كتير من الثقافات، زي الهندية واليونانية والرومانية وفي ثقافة أمريكا الوسطى، وده زي التصميم والأزياء والنقوش، واللي بيعمل مزيكا أو اللي بيعمل فيلم بيبهر بيه العالم، واللي بيبدع بفنون بتتباع في المعارض وشغل الفخار والتحف اليدويه وغيرها. هتلاقي الاقتصاد البرتقالي ده داخل في تفاصيل حياتنا من غير ما نحس، وهتلاقيك شايفه حاجه جميله وخلاص من غير ما تركز انه بيوفر حوالي 50 مليون وظيفه حوالين العالم، نصهم تقريبا من نصيب السيدات، وده بحسب الامم المتحده، واكتر ناس بيشتغلوا فيها اعمارهم بين 15 و29 سنه. والامم المتحده كمان بتقول ان الصناعات الابداعيه بتمثل 3.1% من الناتج المحلي العالمي لحد 2023، وبعائدات سنوية أكتر من 2 تريليون دولار. والحقيقة إن كتير من الدول بدأت تتنافس في النوع ده من الاقتصاد، فجنب مصر أصل الإبداع طبعا عندك السعودية والإمارات، وكمان المغرب والبحرين وغيرها من دول المنطقة، لأنه طبعا قوة ناعمة، والخبراء قالوا إن الاقتصاد ده يقدر ينقل رسالة السلام بين الدول. خد بالك، صحيح الذكاء الاصطناعي بيخدم الإبداع وبيطوره، لكن في دراسة لمنظمة العمل الدولية في 2023 حذرت من إن المنافسة هتكون شديدة في السوق بسبب تفوق أدوات الذكاء الاصطناعي بإنها تحل محل المبدعين. بس في تيار بيقول ان المهن الاعلى مهاره وحرفيه ودقه واللي بتحتاج لمسه الايد دي اللي ممكن ما يقدرش عليها الذكاء الاصطناعي، زي الحرفي والنحات والجواهرجي. في النهايه بقى قول لنا، كنت فاكر الاقتصاد البرتقالي ده ايه قبل ما اقول لك المعلومات دي؟